السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ولادي اللي متابعيني من أول فيديو في تأسيس اللغة العربية، احنا النهاردة بنكمل درس الشدة وبندي تمارين عليه، وكل واحد هيحل التمارين يبعت لي في الكومنتات الحل بتاعه. زي الباء اللي عندك دي حرف مضاعف، فعشان أفكه أخليه باء ساكنة وباء عليها فتحة عشان الشدة عليها فتحة. نيجي نشوف التمرين اللي بعده. عندنا الكلمات دي عندي بيقول لك طلع الحرف المضاعف وطلع حركة التضعيف. هتيجي زي ما انا عاملة كده في السهم، جايبه لك صفي، حرف الفاء هو اللي عليه شدة فاروح حاطه انا تحت. جنب حركة التضعيف بشوف الفاء، الشدة اللي على الفاء معاها كسرة ولا ضمة ولا فتحة. طب معاها كسرة اروح انا حاطط كسرة في الجدول. خلاص كده في كل الكلمات دي تعمل نفس اللي احنا قلنا عليه. نيجي نتنقل لحاجة تانية اسمها المدود. ايه هي المدود؟ المدود انا بمد الحرف، بمد صوته، بطول صوته شوية، مش زي الحركات القصيرة. الحرف بتاع المد دايما ساكن، خلاص ما بيتحطش عليه اي حركات. طب ايه هو الحرف الممدود يا مس؟ اللي هو بيبقى قبل الحرف بتاع المد. حروف المد 3: ألف، واو، ياء. لازم تكون عارفهم زي ما احنا عاملين بالسهم الأسود الحرف الممدود والدايرة الحرف المد. عندي 3 أنواع من المدود. مد بالألف وده بتلاقي الألف ساكنة والحرف اللي قبلها مفتوح. مد بالياء بتلاقي ياء ساكنة والحرف اللي قبلها مكسور. مد بالواو بتلاقي الواو ساكنة والحرف اللي قبلها عليه ضمة. خلاص احنا قلنا الحرف اللي قبل حرف المد هو اسمه ايه؟ حرف ممدود. تمام. نيجي بقى ندي تمرين على المدود علشان نعرف انت وصلت لحد فين وفهمت الدرس ولا لا. جايبه لك كلمات معينة هتقراهم وتقرا كل كلمة وتحطها في الخانة بتاعتها. كلمة ربيع شوف دي مد بايه وحطها في الخانة بتاعتها. صبور، جامع، فتوح، راحل، كبير، مكوث، ثمار. خلاص الكلمات دي هتحط كل واحدة في الخانة بتاعتها ونلتقي في الفيديو القادم. ولادي حبايبي اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس كويس. استنوني في فيديو كمان بدرس جديد. مستنيه منكم اللايك الحلوه اللي هتساعدنا عشان نقدر نوصل معلومات كبيره جدا لاكبر كم ممكن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله